السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. علماء النفس يقولوا لنا إن أكتر وقت ممكن نرتكب فيه المعاصي أو إن احنا ناكل فيه حاجة مش عايزينها لما نكون احنا محتاجين قوي. كم مرة حصلت مع حضرتك تكون جعان جدا وعندك شراهة لأكل معين، ممكن تاكل حاجة ما بتحبهاش، ممكن تفتح التلاجة واللي انت تلاقيه قدامك تاكله من غير حتى ما تستطعمه. وده اللي بيقوله لنا العلماء، إن فعلا الإنسان وهو جعان قد يأكل شيء ما يحسش بطعمه خالص لمجرد إن عنده احتياج للحاجة دي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا إن احنا ما نفضلش محتاجين لأي شيء، علشان الاحتياج بيوصلنا لمرحلة إننا نرضى بأوضاع ونرضى بأشياء مش بنحبها ولا هي من عاداتنا ولا هي أصلا من ثقافتنا، لمجرد إن احنا محتاجين. هنكمل موضوع الاحتياج النفسي ولكن بعد الفاصل، استنونا. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا بسم الله. مكملين ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وبنتكلم في نور في قلبي عن الاحتياج النفسي والاحتياج الروحي لأي إنسان. الروح زيها بالظبط زي الجسد، بتحتاج تتغذى وبتحتاج إن هي يكون عندها إشباع من النفس والعطاء والمدد والإحساس الجميل. زي بالظبط الجسد لو احتاج أي حاجة، الإنسان ممكن يلجأ لحاجات كتير على فكرة لا هي من مبادئه ولا ممكن تكون من اعتقاداته، لكن لمجرد احتياجه العاطفي أو احتياجه الروحي يلجأ لها. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يربينا بالأمر ده بالظبط، ويقول لنا إن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه في استغنائه عن الناس. كل ما تستغنى كل ما تكون عزيز، كل ما تعود نفسك إنك ما توصلش لمرحلة الاحتياج الشديدة، كل ما تكون عزيز ومستغني عن أي حاجة انت ممكن تتعرض ليها وقت الاحتياج. كان يقولوا كده زمان في بعض اعلانات الاكل، يعني يقولك انت مش انت وانت جعان. لما تكون جعان هتاكل حاجات مش على هواك، هكذا بالظبط لما تكون محتاج حاجة هتاكل حاجات او هتعمل حاجات مش على هواك. لما تكون محتاج عاطفة ومش بتغذيها بالطريق المشروع الحقيقي، برضو ممكن تعمل حاجات
لا هي ابدا مبادئك. ويجي مثلا يقول لنا في الاستشارات، يقول لي انا والله عمري ما كنت اتخيل نفسي اني اعمل الحاجه دي، لكن عملتها في لحظه ضعف. لحظه الضعف دي اللي احنا بنسميها لحظه الاحتياج. علشان كده نلاقي ان شرائع ربنا سبحانه وتعالى كلها بتعلمنا التدريب على الاستغناء والترك. لو جينا نبص مثلا لعبادة زي عبادة الصدقة والزكاة اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا كلنا، أول ما المال بتاعك يوصل لنصاب معين ده كده هيبدأ يكتر. واحنا كده كان عندنا مثل يقولوا لنا البحر بيحب الزيادة. كل ما الإنسان يبقى عنده مال يبقى عايز يبقى عنده أكتر، ويسعى إن هو يجمع فلوس أكتر، وإن يكون عنده مقتنيات وممتلكات أكتر. جاب العربية دي بعد شوية عايز أكتر، جاب الموبايل ده بعد شوية عايز يحدث. طول الوقت احنا في يعني سعي كبير للمال. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا كلا بل تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. احنا عندنا فطرة لحب المال، فكل ما الإنسان يجمع فلوس يسعى إنه يجمع أكتر ويحدث الحاجات اللي عنده ويبقى وضعه المادي أحسن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك بقى ستوب، لما تبلغ نصاب الفلوس بتاعتك لازم تخرج، لازم تتعود ان جزء منها بيخرج حتى لو انت مش عارف. ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا النبي يعلمنا ان ما نقص مال من صدقه، حتى لو انت مش شايف البركه اللي هتعود عليك، بس لازم تخرج من قلبك الاحتياج ده. لذلك مثلا نلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا يقول لنا عن الصدقه ان اكتر حاجه الانسان ممكن يندم عليها بعد الموت انه ما تصدقش. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. هيقول إيه بقى؟ هيقول يا رب كنت صليت ركعتين، كنت عملت، طبعا الحاجات دي هيندم عليها، ولكن الندم الأكبر إيه بقى؟ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وكأنها إشارة إنه بيدعي ربنا يا رب رجعني للدنيا وهخرجها من قلبي، هخرج المال اللي كان هو سبب في هلاكي وسبب إن أنا أرجع من أهل النار، هخرجه من قلبي. الصدقة بتربينا إن إحنا نستغنى عن المال ونخرج الحاجة اللي بنحبها حتى مهما كانت عزيزة علينا ومهما كانت الفطرة بتاعتنا وتحبون المال حبا جما. الفطرة بتاعتي في حب المال، بس لازم أتدرب على ثقافة الاستغناء، ولازم أتدرب على ثقافة الترك والبعد عن الأشياء حتى لو كانت محببة جدا إلى قلبي. لذلك شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه في استغنائه عن الناس. كل ما تستغنى أكتر كل ما فعلا انت مش هتعمل إلا الحاجات المقبولة بالنسبة لك، لأن احنا اتفقنا من البداية ان انت مش انت وانت جعان، انت حقيقتك، المبادئ بتاعتك، الرولز، القوانين اللي انت حاططها لنفسك طول عمرك دي كلها ممكن تزول وتذوب في لحظة احتياج أو لحظة ضعف لشيء معين. واحد يقول مثلا أنا كنت محتاج جدا للاحتياج العاطفي فبدأت أعمل حاجات حرام وأعمل علاقات حرام. ليه؟ سبت نفسك للاحتياج ده ليه؟ ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع ماله بقى يقعد بقى عنده احتياج شديد وما عندوش أي حل، يعمل إيه؟ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني الشاب اللي يقدر على مؤنة الزواج يتزوج، طب اللي ما يقدرش يصوم. وكأنها فيها إشارة للترك. اتعلم ثقافة الاستغناء، اتعلم إنك تترك الأشياء، اتعلم إنك تترك الأشياء وتستغنى عنها لحد ما تقدر تجمع الموبايل بتاعه وما يقدرش عليه، صوم عنه وازهده حتى لو كان هذا الزهد وهذا الصوم لفترة معينة لحد ما تقدر ان انت تشتغل وتجمع المال بالحلال وتدعو الله سبحانه وتعالى وتستعين بيه وتجمع فلوس الحاجة دي وتجيبها. ما دام هي من المباح اللي ربنا سبحانه وتعالى أحله ليك مفيش أي مشكلة. تقدر تعمل خطط وقوانين لنفسك انك تعمل خطط مستقبلية تحدث ده أو تشتري ده أو تقتني الحاجة الفلانية، ولكن لحد ما ده يحصل لازم تصوم عنها. هنكمل موضوعنا في الاحتياج الروحي ولكن بعد الفاصل، استنونا. يا غفار يا تواب
عالم باللي جوه في قلبي قبل ما اقول عليه. يا غفار يا تواب اغفر لي كل غلطة وكل ذنب وقعت فيه. يا رب أنا عبدك، أنا ماليش بعدك، بلجأ إليك، ما أنا أملي فيك، وانت الرحيم. مهما يكون ذنبي اغفر لي يا ربي، ما انت الرقيب وانت الحسيب وانت العظيم، انت العظيم. بسم الله، مكملين ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وبنتكلم النهارده في نور في قلبي على حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه في استغنائه عن الناس. كل ما تكون إنسان عزيز وتقدر تستغنى أكتر عن اللي حواليك، كل ما يكون في عزة وكرامة. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا إن المسلم أبدا لا يكون ذليل، بل بالعكس يكون عنده دايما خطط إنه يوفر احتياجاته الشخصية علشان يكون عنده اكتفاء ذاتي، ويقلل أبدا استعانته بالناس. وعلى فكرة ده لا ينافي أبدا إن الاستعانة بالآخرين شيء مشروع وشيء جائز، وربنا سبحانه وتعالى سخرنا البعض وجعلنا بعضكم لبعض سخرية. ربنا مسخرنا البعض أصلا علشان احنا كلنا نخدم بعض. مهما كان الإنسان مكانته الاجتماعية قليلة، لكن احنا ما نقدرش نستغنى عنه. الإنسان اللي عامل النظافة محتاجين له، الدكتور الطبيب محتاجين له، كل إنسان في أي مهنة احنا محتاجين له. فالاستعانة بالبشر أمر مشروع وما فيهاش أي مشكلة، ولكن هذه الاستعانة تكون مقننة. الاستعانة دي تكون عند الاحتياج الحقيقي، عند الاحتياج اللي أنا فعلا ما أقدرش إني أكفي نفسي في هذا الأمر، فببدأ أستعين بآخرين عندهم المؤهلات دي. الإنسان لما يجيله مرض، ربنا يا رب يعفى عن الجميع، لما يجيله مرض محتاج طبيب، هو مش هيقدر يطبب نفسه، مش هيقدر يكتب لنفسه أدوية أو ياخد لنفسه شيء يضره أو يعرضه للهلاك. فكلنا في احتياج طبيعي لبعض، لكن ده الاحتياج الفطري اللي ربنا خلقه فينا كلنا. احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن الانسان اللي طول الوقت محتاج للي حواليه وما عندوش عزة في الاستغناء. لا، الصدقة من ضمن الحاجات او من ضمن الشرائع اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها لنا كلنا، ان احنا لابد ان نخرج الاشياء من قلوبنا قبل ما نخرجها من جيبنا. وربنا سبحانه وتعالى يقول لنا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. منزلة الابرار العالية مش هتاخدها إلا لما تخرج المال من قلبك وتبدأ إن أنت الحاجة اللي بتحبها هي اللي تخرج منه. الحاجة مهما كانت، كان في يعني أحد الصحابة يحب السكر، يحب الحاجات المسكرة، فكان ينفق منها علشان هي بالنسبة له لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكنا نسمع عن بعض الأغنياء اللي يتبرع بأغلى الأطعمة لأن هو بيحبها، فكان يطلعها من قلبه. الصدقة بتعلمنا إن احنا نخرج الأشياء من قلوبنا. ودي الحديث اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: شرف المؤمن قيامه بالليل وعز المؤمن في استغنائه. التخلي، ثقافة التخلي عن الأشياء. طب أنا أحب الأشياء ولا ما أحبهاش؟ ما هو طبيعي جدا فطريا إن إحنا بنحب حاجتنا، طبيعي إن إحنا عندنا حب لممتلكاتنا، طبيعي إن الإنسان ممكن يتعلق قلبه بشيء. بس نيجي هنا نقول إن في فرق بين حب الأشياء والتعلق بها، وده هنتكلم عنه ولكن بعد الفاصل. استنونا. يا رب يا حنان يا عزيز ويا منان، عايشين في حياتنا دي بخيرك. يا خالق الأكوان احمينا
حبيب غيرك. يا رب يا حنان يا عزيز ويا منان، عايشين في حياتنا دي بخيرك. يا خالق الأكوان احمينا واهدي كمان وكمان، ملناش حبيب غيرك. جمع يا رب قلوب، خلي اللي عصيته لو كان شيطان ضله، وبحق شهر الصوم خلينا نوصل يوم في المظلومين قالوا. يا رب يا حنان يا عزيز ويا منان، عايشين في حياتنا دي بخيرك. الله يا غفور، الله يا شكور، الله يا مغيث، الله يا لطيف. يا غالي ويا رزاق ارزقنا بالاخلاق، ويا ريت يا حبيبنا ترضينا. يا عالي بك عايشين في محبتك دايبين، وكتير نعمك قوي علينا. يا غالي ويا رزاق ارزقنا بالاخلاق، ويا ريت يا حبيبنا ترضينا. بسم الله، مكملين ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وبنتكلم النهارده عن حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه في استغنائه عن الناس. كل ما الإنسان يتعلم ثقافة الترك وثقافة الاستغناء يكون عزيز وعزه يزيد. طيب سؤال: هل أنا دلوقتي أحب الأشياء ولا أتركها؟ هل أتعلق بيها ولا يكون عندي ثقافة للتخلي عنها؟ هنا بقى هنلاقي بعض الأقوال قد تتضارب في ذهننا. نلاقي مثلا أن أحد العلماء السلف الصالح يقولوا لنا مثلا إن من أحب شيئا عذب به، أو من تعلق قلبه بشيء عذب به. الله، طب ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب زوجته جدا السيدة خديجة، وكان يقول لنا إني رزقت حبها. سيدنا النبي بيقول على حب السيدة خديجة رزق. طب ما كان بيحبه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طب ازاي بقى من أحب شيئا غير الله عذب به؟ هنا هيجي بقى الفرق ما بين المحبة وأنواع المحبة اللي يذكرها لنا العلماء. في أنواع كتير للمحبة نذكر منها 3. النوع الأول هو الحب لله، أنا بحب الشيء ده لله. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما كانوا يسألوه من أحب الناس إليك، فراح على طول قال سيدنا النبي عائشة، زوجته السيدة عائشة. فسألوه من الرجال فقال أبوها. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحب بالذات سيدنا أبو بكر الصديق حبيبه وصديقه ورفيق الهجرة، رحلة الهجرة، ومع ذلك عند الحب ينسبه لزوجته السيدة عائشة اللي هي بنت سيدنا أبو بكر. من أحب الناس إليك يا رسول الله، فيقول سيدنا النبي عائشة. طيب من الرجال فيقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أبوها اللي هو سيدنا أبو بكر. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيحب زوجته السيدة عائشة وبيحب أبوها سيدنا أبو بكر. طب الحب أخباره إيه؟ هنا الحب لله. المسلم لا يحب شيء المفروض أكون أنا دايما رقيب على قلبي، عيني على هذا القلب بيحب إزاي وكيفية الحب دي بيتعامل بيها إزاي. الحب لما يكون لله بيهون حاجات كتير. على فكرة حتى حب الأزواج اللي بيكون بين الأزواج لو هذا الحب لله هيهون حاجات كتير. هيهون التقصير اللي ممكن يكون بين الزوجين. الزوج أثر في حاجة لكن أنا أصلا بحبه لله أو بحبه في الله، بحبه لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل لي هذا الزوج مصدر للأمان، للرعاية، مصدر للإنفاق، مصدر لكذا. بحبه لله وبحبه في الله، إنه إنسان صالح بيرعى كويس، عنده أب صالح لأولاده، بحبه في الله. فهيهون لو قصر شوية، هيبقى في بيننا نوع من المودة والرحمة اللي المفروض تكون موجودة بين الأزواج، فهيفرق الحب في الله أو غيره. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يحب السيدة خديجة أو يحب السيدة عائشة أو يحب سيدنا أبو بكر ويعترف بهذا الحب قدام الجميع، نتخيل كده لو هؤلاء الأشخاص ما كانوش أحباب لله وما كانوش مطيعين لله، هل سيدنا النبي كان هيحبهم؟
ولا كان ده هيأثر على مشاعره ليهم؟ طبعا كان هيأثر. هو هنا الحب لله، إني بحب الشخص الحب الطبيعي ولكن في طاعة الله ولله. هنكمل معاني الحب وأنواع المحبة ولكن بعد الفاصل، استنونا. ماليش غيرك حبيب في الكون ده يا الله، وياه عالقلب لما يحب من جواه. يا رب الرحمة والقدرة، يا عالم باللي جاي بكرة، وكم آية وكم عبرة لنور الله. يا عالم باللي جاي بكرة، وكم آية وكم عبرة لنور الله. بسم الله، مكملين ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وبنتكلم عن أنواع المحبة. وقلنا قبل الفاصل إن النوع الأول من المحبة هو المحبة لله، إن إحنا نحب الأشياء لله، وهذا الحب يرضاه الله سبحانه وتعالى. المحبة الطبيعية الغريزية اللي ممكن تكون محبة الأم لابنها، حب الابن لأبوه، حب الأزواج بينهم وبين بعض. ولكن هذه المحبة لو أخذت شكل إنها بقت طاغية على حب الله سبحانه وتعالى، كأن يكون هناك في تفضيل. الأم يعني نقول لها أنت بتحبي أولادك أكتر ولا دينك وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن وربنا؟ تقول لك لا أنا بحب ربنا طبعا. لكن عند الواقع العملي ممكن تفرط في صلاتها مثلا عشان هي مشغولة بالأولاد. ممكن نلاقيها ما بتطلبش العلم الشرعي لمجرد أنها مشغولة شغل مثلا يعني بالنسبة لها حقيقي ولكنه ثانوي في حقها. ممكن نلاقيها طول الوقت واقفه في المطبخ بتعمل اكل للاولاد لكن تاثر في حق ربنا وتقول لك اصل انا مشغوله. فهنا الحب العملي بقى، الاعتراف الحقيقي او العمل الحقيقي، احنا بنحب ربنا فعلا وبنبدي حب ربنا سبحانه وتعالى وديننا على اي شيء، ولا في تفرقه والموضوع مجرد كلامه بس. فدي محبه طبيعيه، ولكنها لو تصادمت او تعارضت مع حب الله سبحانه وتعالى فلازم الانسان يراجع نفسه. الحب الثالث اللي هو بقى الحب مع الله، أن يجعل الإنسان مع الله ند وشريك. ودي ناخد بالنا منها جدا، علشان كده لابد أن يكون الإنسان رقيب على قلبه. أنا بحب الأشياء إزاي وبحبها بأي طريقة، علشان يجي لنا مرحلة الزهد والاستغناء الحقيقي من فراغ الروح. لذلك لما نتأمل حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام للشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الحاجة اللي انت ما تقدرش عليها صوم وازهدها واستغني عنها، حتى لو كانت لفترة مؤقتة لحد ما تقدر تمتلكها بالحلال. وما تسيبش نفسك ان يكون عندك فراغ روحي من المحبة لحد ما توصل انك تعمل حاجة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. ربنا يغنينا من فضله ويجعل عزنا يا رب في الاستغناء عن الناس. سلام عليكم.